ماذا وراء تحالف المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي؟ ولماذا الدعم المتبادل في قضايا السيادة والأمن الإقليمي بارز للعيان بين هذه الدول التي تتبع النظام الملكي والذي يثير حافظة الدول المعادية للمملكة المغربية؟ مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. تعد العلاقات بين المغرب ودول الخليج نموذجا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدان المسلمة، والتي تعكس تاريخا ممتدا من التعاون والاتحاد في مواجهة مختلف التحديات. ولم تقتصر هذه العلاقات على التعاون في المجالات الحيوية فقط، بل امتدت لتشمل دعم كل طرف بشكل راسخ وغير مشروط للقضايا المصيرية والحيوية للطرف الآخر، وعلى رأسها قضية الصحراء والقضايا الأخرى التي تهم أمن وسيادة دول الخليج العربي. ولقد لاحظ أغلب المغاربة أنه بعد تعرض الملك المغربي محمد السادس إلى إصابة استدعت تدخلا طبيا سريع، أن جل ملوك الخليج العربي تقريبا بعثوا برسائل إيجابية للملك تتمنى فيها الصحة والعافية للملك وسط صمود مخيب للآمال من عدة دول عربية ذات أنظمة جمهورية. وبناء عليه، ما هي أهم النقاط التي تدفع دول الخليج لجعل المملكة المغربية حليفا استراتيجيا لها؟ وكيف تمكن المغرب من نسخ علاقات مميزة مع دول الخليج العربي؟ وما تداعيات إصابة الملك المغربي على الساحة الدولية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد فاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له يوم الأحد الماضي على الكتف الأيسر بالمغرب. وأعرب ملوك الخليج السابق ذكرهم ضمن البرقيات المختلفة عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك محمد السادس، سائلين الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والسعادة وأن يحفظه من كل سوء ومكروه. كما بعث كل من الشيخ محمد بن رشيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتين مماثلتين إلى الملك محمد السادس، أعرب فيهما عن تهانيهما القلبية متمنين له دوام الصحة والرفاه. وعدة شخصيات خليجية بارزة أخرى أرسلت هذا النوع من الرسائل خاصة من السعودية. وتأتي هذه الرسائل في إطار العلاقات الأخوية الممتازة التي تجمع دول الخليج بالمملكة المغربية، والتي تعكس أواصر الصداقة والتعاون بين البلدان. كما تأتي هذه الردود بعد صدور بلاغ من الفريق الطبي للملك محمد السادس تم فيها الإعلان عن إصابة الملك خلال ممارسته الرياضة الاعتيادية يوم الأحد 8 دجنبر 2024، حيث تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس لسقوط أدى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر وكسر في عظم العضد، وتطلب هذا الكسر إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح والحمد لله. وقد أجريت هذه العملية بالمصحة الملكية بالرباط. وعقب هذه العملية سيتم تثبيت الكتف الأيسر لجلالة الملك حفظه الله لمدة 45 يوما، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي. وبهذا سيتخلف الملك محمد السادس عن زيارته الرسمية إلى دولة قطر خلال هذا الأسبوع، حيث كان من المرتقب أن يوقع خلال هذه الزيارة على اتفاقية استثمارية هامة في الطاقة والبنية التحتية
وتدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكانت آخر زيارة للملك محمد السادس إلى قطر قد تمت في 2017، حيث عقد لقاء قمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة. تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات العربية والدولية، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية التي كانت حينها بين قطر والإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وكان سيرافق الملك محمد السادس إلى قطر العديد من الوزراء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. وكانت هذه الزيارة ستشهد تباحثا حول مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا. وكانت هذه الزيارة المرتقبة تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الوثيق بين المغرب وقطر، حيث يتوقع توقيع اتفاقيات شراكة تشمل مختلف المجالات، فضلا عن الإعلان عن مشاريع استثمارية كبرى لا سيما في قطاع البنية التحتية استعدادا لتنظيم مونديال 2030. والجدير بالذكر أن هذه الزيارة كانت ستعد الأولى من نوعها للملك محمد السادس إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017. وفي هذا الصدد شدد البيان الختامي للمجلس الأعلى الخليجي في دورته 45 الأحد الماضي في الكويت على أهمية الشراكة الاستراتيجية، مؤكدين في الوقت ذاته على موقف المجلس وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن يستقر المملكة المغربية ووحدة أراضيها، دون أن يفوته الإشادة بمضامين قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء. بالموازاة مع ذلك، ظلت المملكة المغربية ملتزمة تجاه قضايا منطقة الخليج وانشغالات دولها السياسية والأمنية، فهي ترفض الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى، وتدعم السيادة الإماراتية عليها، كما سبق لها أن شاركت في عملية عاصفة الحزم في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استنادا إلى رفض الرباط محاولات طهران التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك حرمة وسيادة مملكة البحرين. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تربطها علاقات متجذرة مع المملكة المغربية، وعرفت زخما كبيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إذ كان المغرب من أوائل الداعمين لاستقلال الدول الخليجية. وزادت هذه العلاقات زخما تحت قيادة الملك محمد السادس، كما أن الدعم الخليجي اللامشروط للوحدة الترابية المغربية يؤكد أن القيادات الحالية في الخليج تضمن وتكرس التوجه الذي بدأه أسلافها. وفي هذا السياق لابد من استرجاع خطاب الملك محمد السادس في قمة الرياض في سنة 2016 الذي أكد من خلاله أن أمن المغرب من أمن الخليج، مسجلا أن المملكة المغربية والدول الخليجية عملت على تجسير علاقاتها في إطارها المتعدد الأطراف وعلى أساس التنمية المشتركة والتعاون الأمني. كما أن تذكير البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته 45 بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول قضية الصحراء يشكل إشارة واضحة إلى الدعم الخليجي لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، مستمرا في إطار الشرعية الدولية، وبالتالي تكريس المسار التعاوني مع الرباط الذي يتجاوز الحدود الجغرافية في إطار الاحترام المتبادل والدفاع المشترك عن المصالح المشتركة. كما أن تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على هذا التوجه ينذر باستمرار العلاقات المغربية الخليجية التاريخية في اتجاه بناء مصير الأجيال الحالية والمستقبلية في إطار وحدوية المطالب ووحدة المصير، وعلى أساس المنافع المتبادلة والاحترام التام لسيادة الدول. بالتالي الزخم الذي تعرفه العلاقات بين الدول الخليجية والمغرب ودفاعها المستميت في المنصات الإقليمية والدولية عن سيادة ووحدة أراضي المملكة يفند مزاعم خصوم الوحدة الترابية خاصة الجزائر، ويضرب بعرض الحائط محاولاتها اليائسة لنفس هذه العلاقات
عبر سياسة المكائد كما يقول خبراء مغاربة، خاصة وأن الدعم الخليجي التاريخي لوحدة المغرب الترابية. وفي هذا السياق أكد البراق شادي عبد السلام الذي يعمل كخبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، قال إن تجديد دول الخليج العربي لموقفها المبدئي والثابت من الوحدة الترابية للمملكة المغربية يؤكد بشكل جلي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج، كما يبرز بوضوح فشل الدبلوماسية الجزائرية في اختراق مسرح عمليات الخليج للترويج للأطروحة الانفصالية في ظل العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط مختلف عواصم الخليج بالمملكة المغربية. وأضاف البراق أن الفشل الجزائري في الخليج العربي هو نتيجة حتمية لغموض مواقفها من الأمن الخليجي والتباس قراراتها دبلوماسيا إزاء العديد من الملفات العربية المحسومة سياسيا في إطار الإجماع العربي، كالموقف مثلا من التوغل الإيراني ومحاولة نظام ولاية الفقيه زعزعة استقرار الدول العربية وبشكل خاص الخليجية بحكم القرب الجغرافي والالتماس الجيوسياسي. وتابع بأن العلاقات المغربية الخليجية لم تتوقف يوما ولم تفقد يوما هويتها الأخوية وطابعها التضامني، إذ ظل الجسم الخليجي وفيا لسيادة المغرب ولوحدته الترابية، حيث تصدى في سنوات السبعينات والثمانينات لمحاولات ليبية وجزائرية وسورية لضم الكيان الوهمي إلى منظمة الجامعة العربية، كما أن كل القرارات العربية المنبثقة من مجلس التعاون الخليجي وهيئته التقريرية ظلت على عهدها ووفائها والتزامها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية. علاوة على ذلك فمنطقة الخليج العربي أصبحت مركز ثقل دبلوماسي عالمي، حيث استطاعت أن تتحول من منطقة تماس جيوسياسي بين المحاور الكبرى إلى أحد الممرات الدبلوماسية الآمنة للأزمات في العالم. وتحولت بعض عواصم الخليج كأبو ظبي والرياض والدوحة إلى منتديات سياسية واقتصادية مفتوحة لبحث حلول متعددة الأطراف للإشكالات العالمية الكبرى مثل السلام والتطرف والجماعات الانفصالية وغيرها من التحديات العالمية، خاصة وأن التعاون المغربي الخليجي تعززه أيضا مواقف الرباط الواضحة والمبدئية فيما يخص سيادة دول الخليج ومواقفها إزاء التحرشات الإيرانية في المنطقة. كما تعتبر الدول الخليجية شريكا اقتصاديا مهما للمغرب، حيث وقع المغرب والإمارات في نهاية سنة 2023 على 12 مذكرة تفاهم بعدد من القطاعات أهمها الطاقة، المطارات، الموانئ، الأسواق المالية والسياحة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والإمارات بمليارات الدولارات. جاء ذلك على هامش زيارة العاهل المغربي محمد السادس للإمارات يومي 4 و5 ديسمبر كانون الأول الماضي، وكان المغرب ينوي قيام بنفس التحرك مع قطر في إطار تنمية الشراكة الثنائية، وبهذا تستفيد الصناديق السيادية الخليجية من استثماراتها في المغرب لأن لديها مشاريع ذات عوائد استثمارية إيجابية مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أوروبا، ومشروع طريق الساحل والصحراء والمبادرة الأطلسية المغربية لربط دول الساحل والصحراء الحبيسة بالمحيط الأطلسي. وبهذا تستفيد المغرب كذلك من تدفق الاستثمارات الأجنبية. علاوة على ذلك تعتبر العلاقات المغربية الخليجية الاقتصادية علاقات متينة ضاربة في الجدل، فبين 73 و 89 حصل المغرب على 4.8% من الدعم العربي العام المخصص خلال تلك الفترة. وبالإضافة إلى هذه المساعدات التي كانت عبارة عن قروض للدولة أو لوكالات التنمية، نجد تسهيلات في الأداء. ففي سنة 1984 وهبت المملكة العربية السعودية المغرب نصف استهلاكه الوطني من البترول. وفي سنة 91 كافأت دول الخليج العربي المغرب عن مساهمته في حرب الخليج، حيث زودت المغرب بالبترول مجانا بما قيمته مليار دولار، كما منحته قرضا بما قيمته 3.6 مليار دولار. كما كانت المملكة المغربية على حافة الانضمام
لمجلس التعاون الخليجي رغم البعد الجغرافي قبل بضع سنوات لولا بعض التعقيدات الجيوستراتيجية في المنطقة. ورغم هذا لم يتم وقف التعاون والتنسيق المغربي الخليجي، وانتقلت العلاقات خلال مرحلة الربيع العربي إلى شراكة استراتيجية منح المغرب بموجبها مبلغ 5 مليار دولار من أجل تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى قرضين بقيمة 285 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية بهدف تمويل مشاريع خاصة بالماء الصالح للشراب والطاقة الكهرومائية. كما ساهمت المملكة العربية السعودية في تمويل مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية بقيمة نصف مليار دولار، وقيام الشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي بتمويل العديد من المشاريع بغلاف مالي يقدر تقريبا ب4 مليار دولار. وكل هذه المشاريع جاءت في إطار خطة العمل المشترك 2012-2017، والتي جعلت المصادقة عليها خلال الجولة التي قام بها الملك محمد السادس لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت في أكتوبر تشرين الأول 2012. كما جرى في فبراير شباط 2011 عقد الدورة 11 للجنة المشتركة المغربية السعودية، والتي جرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم حول إجراءات التكامل وتبادل البيانات في مجال التخطيط الحضري، وبرنامج مشترك للتعاون بين معهد الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية والأكاديمية الملكية المغربية للدبلوماسية. وبهذا تكون العلاقات المغربية الخليجية نموذجا حيا للدعم المتبادل الذي نرنو إلى تطبيقه في عالمنا العربي وتحقيق التكامل المنشود، خاصة وأن أغلب دول الخليج العربي رحبت منذ سنة 2011 بفكرة انضمام المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون حينها عبد اللطيف الزياني للصحفيين في مؤتمر صحفي أن قادة دول الخليج العربي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية بالانضمام إلى المجلس، وكلفوا وزراء الخارجية بدعوة وزير خارجية الأردن للدخول في المفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. وأضاف بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، وهذا قد يكون خطة بديلة للمغرب في ظل عجز الاتحاد المغاربي على الظهور في العلن وتفعيل اتفاقية الرباط التي أمضتها الدول المغاربية الخمسة في سنة 1989. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تأتيكم حلقاتنا أولا بأول، والتي تأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.